تخيل معايا في مبنى واحد لو اتقفل 5 دقايق بس جيل كامل في مصر والعالم العربي كان ممكن يضيع. مبنى شاف رؤساء وملوك وحروب، ثورات وهزايم وانتصارات. مبنى لو فتح بقه وقال لنا اللي شافه كان عمل 8 مواسم من مسلسل جيم اوف ثرونز. بس على الحقيقه المبنى ده يا صديقي مش معبد ولا قصر، ده مسبيرو، والمكان ده اللي اخترع ذاكره العرب، والمكان ده لو ما كانش موجود حياتنا غير اللي احنا كنا عايشينها. والنهارده هنقدر في قصه اغرب من الخيال واعمق من التاريخ. ويلا بينا يا صديقي اربط الحزام عشان اللي جايه تقيله. مشاهدينا الاعزاء، مرحبا بكم على حلقه جديده. انا بقول لك الشخص اللي هحكي لك الحاجه اللي نفسك تعرفها. قبل ما يتولد مسبيرو من 1950 لحد 1960. نرجع كده شويه لورا، نرجع لمصر اللي كانت في الخمسينات. البلد يا صديقي اللي كانت بتلعب دور هوليود الشرق. الاذاعه كانت شغاله والسينما في عز مجدها، الشعر والادب والمسرح والموسيقى كلهم طالعين من مصر للدنيا كلها. بس في حاجه ناقصه، حاجه اسمها تلفزيون. والدنيا كلها يا صديقي بدات تستخدم التلفزيون. امريكا من الاربعينات واوروبا بعدها على طول، حتى دول اصغر من مصر بكتير كانت بتجرب. طب ومصر؟ لا مصر لسه شويه. حد في الحكومه ساعتها قال طب ما نعمله، احنا نعمله ونخليه احسن كمان. وبالفعل اتاخد القرار. والمفاجاه اللي صمم المشروع من بدايته كانوا فرنسيين، شركه اسمها تومسون هي اللي بدات التصميم، ورئيس الشركه كان اسمه شيرلي دي ماسبيرو. ومن هنا بدأ يجي الاسم. يعني يا صديقي الاسم اصله فرنساوي، بس مصر تبنته ولبسته وخلته ايقونه وطنيه. 21 يوليو 1960، اليوم ده من الاخر اتقفل فيه التاريخ بطبه ومفتاح. الناس كانت واقفه قدام المحلات اللي كان فيها التلفزيونات، الكل مستني اللحظه اللي التاريخ العربي هيتغير فيها. وفجاه يا صديقي ظهر الصوت اللي عمل اشعار في كل واحد، هنا القاهره. اوه يا نهار ابيض، الكلمه دي كفيله تقلب قلبك. واول المذيعين كانت اماني ناشد وصلاح زكي ومحمد فوزي. الناس دي يا صديقي دخلت البيوت من غير اذن وبقوا جزء من العيله. اول برنامج تسالي، اول مسلسل هارب من الايام، اول برنامج اطفال. لسه دي جايه بعدين لسه، بس البدايه كانت من هنا. من اللحظه دي مصر بقت اول دوله عربيه تمتلك تلفزيون في الوقت ده. مسبيرو بقى ابو الاعلام العربي. المبنى نفسه ليه شكله عامل كده؟ مبنى مسبيرو تحسه اكاديميه افنجرز. المبنى فيه اكتر من 30 استوديو، ارشيف صوت وصوره عمرها 70 سنه، اذاعات كامله زي الشرق الاوسط وصوت العرب وبرنامج العام، مكاتب وزاره الاعلام وغرف اخبار وشبكات بس، ترسانه موظفين حرفيا. وعشان اكون معاك صريح، لو دخلت المبنى ومش من الموظفين شبه مؤكد انك تتوه. في ناس حرفيا قالت رحت اعمل شغل في الدور الرابع، خرجت لقيت نفسي في الدور التاسع، ما اعرفش حصل ازاي. مسبيرو يا صديقي مش مبنى، مسبيرو مدينه جوه مدينه. العصر الذهبي السبعينات والثمانينات والتسعينات، ومن هنا يبدا المجد الحقيقي لمسبيرو. المسلسلات اللي عملت جيل كامل، ليالي الحلميه، رأفت الهجان، المال والبنون، بوجي وطمطم ويوميات ونيس، الشهد والدموع وارابيكس وزيزينيا يا صديقي، والف ليله وليله. كل مسلسل مش مجرد عمل، لا ده حدث قومي يا صديقي. وكمان في برامج اسطوريه زي العلم والايمان للدكتور مصطفى محمود، والكاميرا الخفيه وصباح الخير يا مصر، نادي السيما وحقيقه الذكريات. وكمان كان في عالم الحيوان وحديث المدينه، وبرنامج ما يطلبه المستمعون، البرنامج اللي لو شفته تلاقي ابوك واقف يتمايل من غير ما يفهم فيه ايه. تعرف يا صديقي ان مسبيرو عملت اول برنامج ريليتي تي في بالعربي، برنامج اوتوجراف، قبل ما كلمه ريليتي اصلا تدخل المنطقه. لو الارشيف ده ضاع نص تاريخ العرب هيضيع. حفلات ام كلثوم، خطابات عبد الناصر، حرب 73، زيارات رؤساء، اول ماتشات كوره، مهرجانات ومؤتمرات. احنا حرفيا قدام ذاكره امه. مسبيرو كان المنبر الرسمي للدوله. كل حدث كبير الناس كانت تستنى التلفزيون المصري، خطاب التحني، خطاب الحرب، خطاب السلام، ايام الثورات، ازمه اقتصاديه، قرارات رئاسيه، احداث عالميه. المبنى ده كان مركز الاعصاب بتاع مصر. في حرب 73 كان كل بيت في مصر فاتح التلفزيون، وفي 2011 كل الناس كانت مستنيه ايه اللي بيحصل من مسبيرو. المبنى ده شاهد على كل حاجه. بنت عمرك فكرت ازاي كانوا بيطلعوا برامج زمان؟ احب اقول لك الموضوع كان شبه طبخه كشري كده، بس بدل الحمص كان فيه مخرج عصبي، وبدل الصلصه كان فيه مذيع مش حافظ. زمن مسبيرو من الستينات للتسعينات، ولا كاميرات كانت ديجيتال، ولا مونتاج كان كمبيوتر، ولا صوت كان اوتوتيون. الشغل اللي كان بيحصل يدوي 100%. الاستديوهات زمان كل استوديو كان فيه 3 كاميرات قد الثلاجه، واضاءات سخنه زي شمس الصحراء، واسلاك اكتر من شارع عبد العزيز، ومخرج عمال يزعق، وكاميرا 2 يمين، ويا ابني الفوكس فين، في ايه؟ النهارده بتقص فيديو بالماوس، زمان كان في شريط. ايوه كان فعلا في شريط بلاستيك كده، والمونتير كان يمسك المقص ويقعد يقص فيه ويلزقه بالشكرتون. حرفيا ما فيهاش هزار، لو غلط يرجع يعيد من الاول. والمايكات كانت حساسه زياده عن اللزوم، يعني لو معديه عدت من الدور اللي فوق الاستوديو اللي تحت يسمعها، فتلاقي المخرج عمال يزعق مين اللي بيجري فوق الاستوديو يا جماعه. رغم كل ده اللي كانوا بيعملوه في الحلقه الواحده، النهارده محتاج فريق مكون من 30 شخص، و4 كاميرات، واضاءه ليد، ومونتاج بريمير، وريندر 8 ساعات. مسبيرو كان مصنع مش قناه. زمان المذيع في مسبيرو كان معلم، هيبه وقوه، ما يضحكش زياده وما يهزش راسه زياده، بيتكلم بمخارج لو نطقها في الشارع الناس هتفتكره منشد قران. كان في قاعده ذهبيه في التلفزيون المصري زمان، المذيع لازم يكون وشه جميل ومبتسم حتى لو الدنيا بتولع. فلو مثلا في نشره الاخبار حصلت كارثه، المذيع بيقراها بنفس النبره كانه بيقول الرئيس عبد الناصر قام من النوم. الهيبه دي كانت مدرسه. طب ليه يا صديقي مسبيرو كان بيحط قواعد الاعلام في العالم العربي كله؟ اغلب القنوات اللي ظهرت في التسعينات والالفينات مديرينها ومذيعينها والمخرجين
مخرجين كانوا خريج ماسبيرو، الجزيره، ابو ظبي، دبي، الكويت، ام بي سي، ارض، لبنان، البحرين، كلهم مصريين خدوا خبره من ماسبيرو. طب ليه؟ لان ماسبيرو كانت مدرسه حرفيا، اللي يدخل بيتعلم شغل مظبوط، التزام، لغه عربيه، القاء، ضبط كاميرا، احترام وقت الهوا، وكتابه سكريبتات ومونتاج، حتى الاخلاق الاعلاميه. الدنيا كلها كانت بتتعلم من هنا، انت متخيل؟ تعالى صديقي اخدك في الكواليس اللي محدش كان يعرف عنها اي حاجه، وده بقى من احسن فصول الحلقه، لان الكواليس كان فيه قصص محدش كان يعرفها زمان. برنامج العلم والايمان للدكتور مصطفى محمود كان بيدخل الاستوديو ماسك ورقه صغيره ويبدا الحلقه من غير بروفا. الراجل ده كان موسوعه بتمشي حرفيا. المخرجين كانوا بيقعدوا ساكتين محترمين العلم اللي قدامهم. مره المخرج قال له يا دكتور الحلقه ناقصه 3 دقايق. الدكتور مصطفى رد وقال طب هزود كده معلومه عن البحار ونجرب، والمعلومه دي طلعت من اشهر المعلومات اللي اتقالت في البرنامج. الكاميرا الخفيه كان بيحصل خناقات بجد، الناس ما كانتش بتقبل الكلام ده بسهوله على فكره. اكتر فتره كان فيها ضرب بتاعه الغساله مش شغاله، واحد ضرب فريق التصوير بشبشب، انت متخيل؟ صباح الخير يا مصر ده كان اول برنامج صباحي عربي، وكان البرنامج الوحيد اللي بيبدا قبل ما الشمس تطلع. المذيعين كانوا بيصحوا الساعه 4 الفجر، فعلا المواعيد كانت قاسيه. برامج الاطفال كانت غريبه شويه، كانوا بيعملوا ديكورات ضخمه جدا ويصوروا فيها 10 دقائق بس. طب ليه؟ عشان الطفل يفتكر المكان ويفضل عايش جوه العالم بتاعه. لما ظهر قنوات زي ام بي سي وقناه 7 وارض بدات المنافسه تبقى اصعب قوي. طب ليه؟ لان القنوات دي كان عندها فلوس اكتر وتقنيات احدث وشاشات والوان عاليه الدقه، برامج ترفيهيه مفتوحه واعلانات بمبالغ ما تتخيلهاش يا صديقي. ماسبيرو في الوقت ده كانت محتاجه 3 حاجات، اول حاجه التطوير والتمويل واتخاذ القرارات، لكن بما ان ماسبيرو مؤسسه حكوميه القرارات كانت بتتاخد بشكل بطيء جدا. وهنا بدات ازمه الهوايه، الناس بدات تتجه للقنوات الخاصه، لكن رغم كده ماسبيرو فضل لسنين طويله هو المرجع الاول. الالفينات كانت بدايه صعبه. طب ليه؟ لان الانترنت ظهر والفضائيات انتشرت والاجيال الجديده بقاش عندها صبر تسمع نشره 30 دقيقه. بس ماسبيرو ما سكتش وقعد يقوم وعمل قنوات متخصصه وقنوات اخباريه وقنوات مسلسلات واستديوهات. بس المشكله السرعه والتغيير كان بطيء بالنسبه للعالم، ومع كده ظهر نجوم كبار في الفتره دي وبرامج قويه جدا. تعالى بقى احكي لك على الحاجات اللي حصلت لايف والمفروض الناس ما تشوفهاش، بس للاسف الناس شافتها. المذيع بيقرا الاخبار وبيقول نعتذر عن العطل الفني وهو اصلا ما فيش اي اعطال. القصه وما فيها ان الكمبيوتر علق بس يا صديقي. المذيع افتكر ان دي جمله من الاخراج جاهزه وهو قالها، كله وقع ضحك بعد الهوا. والمذيعه اللي قالت اسفه نسيت السطر ده، دي كانت من اوائل المرات اللي المذيعه تقول حاجه زي كده في نشره، وكانت صدمه الناس. دلوقتي الناس تقول عادي طبيعي، بس ساعتها كانت هزه اعلاميه. والمذيع اللي قال بنشوف تقرير زميلي نرجع بعد الفاصل. التقرير اتشالف في السيرفر والراجل اتزنق. والمذيع اللي قال فوق القاهره رياح شماليه شرقيه وفوق دماغنا ريحوني يا جماعه الجو حر، خرجت منه غصب عنه. في فتره من الفترات ماسبيرو كان عندها اكبر ميزانيه اعلاميه في الوطن العربي، لكن بسبب قرارات كتير مش مظبوطه وصرف بلا حدود وديون وموظفين اكتر من اللازم، المبنى وصل لمرحله اسمها الحفره الماليه، والارقام عدت حدودها. انت متخيل يعني ايه 40,000 موظف، مرتبات بمليارات سنويه، وارشيف محتاج ملايين عشان يتحول رقمي، واستديوهات قديمه لازم تتحدث، وظهور قنوات خاصه والاعلانات كلها راحت ليهم، والدخل بدا يقل. بقى عندك مبنى ضخم والميزانيه قليله، وهو ده اللي عمل الازمه. عصر السوشيال ميديا اقوى ضربه واجهها ماسبيرو. طب ليه؟ لان فجاه اي حد بقى يقدر يطلع لايف، وبقى اي حد يقدر يعمل برنامج، واي حد يقدر يبقى مشهور في اسبوع. المحتوى بقى اسرع من التلفزيون يا صديقي. النشره اللي كانت 30 دقيقه بقت بوش نوتيفيكيشن. ماسبيرو حاول يستوعب السرعه، لكن كان عائق بين نظام قديم وعالم جديد، والناس قعدت تتساءل هل ماسبيرو هيفضل ولا هينتهي؟ والاجابه جايه بعد شويه. من نهايه 2018 لحد 2024 ابتدى مشروع تحديث ضخم، اكبر كنز في الشرق الاوسط. حفلات ام كلثوم وخطابات عبد الناصر وبرنامج الزمن الجميل اتحولت لنسخه رقميه للحفظ. قنوات جديده ظهرت، القنوات الاخباريه، مصر الاولى بشكل جديد، القنوات الاقليميه اتجدد شكلها، واستوديو 10 واستوديو 5 بقى مبنى الاخبار، اتزود باضاءه ليد وكاميرات 4K وغرف مونتاج جديده. جزء كبير من الناس خرج معاش مبكر عشان المبنى يبقى اخف واسرع. مشروع ضخم لتحويل ماسبيرو لمنطقه ترفيهيه. فكره المشروع يا صديقي انها تبقى مدينه اعلاميه على النيل، فنادق ومكاتب ومتاحف واستوديوهات، ولو اتنفذت بالكامل ماسبيرو هترجع هوليود الشرق. تعال احكي لك موقف حصل في ماسبيرو ممكن ما يكونش حد عارفه. الموظف اللي كان ضايع لمده يومين. في موظف جديد دخل المبنى فضل تايه لمده يومين. على فكره ده ما كانش هزار، ده كان فعلا نايم في كرسي كورديور لحد ما الامن لقاه. غرفه الشرايط المسروقه. كان في غرفه مشهوره بين الموظفين اسمها الغرفه السوداء، دي لو كان في شريط ضاع كان يخشوا يدوروا فيها، واكتشفوا ان في موظفين بتاخد الشرايط تسالي في بيتهم. عندك مثلا خطاب التنحي 1967، اكتر لحظه مؤثره في تاريخ العرب. كل بيت فاتح التلفزيون المصري كان ممكن الخطاب ده يغير مصير المنطقه. وعندك مثلا العبور 1973، مذيعين ماسبيرو كانوا بيعلنوا الحرب لحظه بلحظه. اول مره العرب يحسوا بنصر حقيقي وماسبيرو كان قلب الحدث. وعندك مثلا اغتيال السادات 1981، النقل الرسمي، الصوره اللي شافها العالم كله كان خارج من ماسبيرو. وعندك مثلا برضو ثوره 2011، المبنى نفسه تحول لساحه سياسيه، واليوم ده مفيش مصري ما شافوش على الشاشه. طب النهارده في سؤال،
ماسبيرو ليها لازمه ولا لا؟ الاجابه ليها لازمه وجامده كمان، لان ماسبيرو النهارده عندها اكبر ارشيف عربي، مدرسه تاريخيه ومؤسسه دوله ومراكز اذاعيه وقناه اخباريه منافسه، مبنى هيتم تحويله لمدينه اعلاميه عالميه، قيمه رمزيه مستحيل تختفي. ماسبيرو ذاكره امه ومفيش حد بيهدم ذاكرتها. البدايه الجديده هيبقى لما المشروع الكامل يتنفذ والمبنى يتحول لمنطقه اعلاميه سياحه وترفيه وانتاج، ووقتها ماسبيرو مش هيبقى مبنى بس، هيبقى عاصمه اعلاميه على النيل. وبكده نكون مشينا من يوم ما التلفزيون كان حلم لحد ما بقى تلفزيون عملاق، لحد ما وقع ولحد ما رجع يقف تاني. ماسبيرو مش مجرد مؤسسه اعلاميه، ده مصنع ذكريات ومدرسه ثقافه ومنجم للتاريخ. ولو الدنيا اتغيرت ومليون منصه طلعت، هتفضل دايما تسمع هنا القاهره وتفتكر ان الصوت ده اتولد من قلب مبنى اسمه ماسبيرو. وبكده مشاهدينا اعزائي، كل سنه حلقتنا، وما تنساش تعمل شير وسبسكرايب وتشوف الحلقات اللي فاتت عشان يوصلك كل جديد.